الواحد عايز يصيف بس الميزانية لا تسمح. هي حبيبة فين؟ مفيش مصيف السنة دي، هنقضي في الريف هنا. على رأيك احنا نقضي المصيف في الريف هنا اوفر ولا ايه الدنيا؟ تلج ساعة أوي. او النار سخنة. مفيش مقاومة. ده كرنبيط. الكيوي ده غالي والله، بس مش خسارة فيه. في حد يستقبل ضيف كده يقول له الكيو ده غالي والله بس مش خسارة فيك؟ في ايه يا حبيبي؟ ولا طريق الساحل الطيب ولا الساحل الشرير. احنا حتى مش قادرين على الساحل الكهين. تعالى اوريكم الساحل الريفي بتاعي ده. لا شكله موفر كده. البطيخة الساعة دي مع حتة الجبنة بقى. وسلام بقى لو العيش مقرمش كمان. احنا كده هنوفر. اللهم صل على النبي. مانجا نوناتها اهي بقى. طول عمري كنت اشوف الخضار والفاكهه بتوعها مستحميين، النهارده بقى شفتها وهي بتحميهم. البطيخة الحمراء المدبرة بقى، وده التفاح الأحمر اللي هنعمل لكم بقى عصير دلوقتي. والمشمش الأحمر أهو. كل الفاكهه دي، لا ده احنا كنا طلعنا الساحل اوفر يا حبيبه. البطيخة الصغيرة بصاحبة البطيخة الكبيرة الحمراء. احنا عايزين البطيخه اللي ما تتشافش. انت عارف البطيخه دلوقتي تعمل لها كام يا حبيبه؟ مش اقل من 15 جنيه. هنعمل لكم بقى شوية كوكتيل وهنحطه في البوكس اللي احنا قلنا لكم عليه. كوكتيل كوكتيل، بس انا من رايي كنا رحنا الساحل ده، احنا لو قعدنا في العالمين مش هنصرف ثمن الفاكهه دول. قطعة التفاح دي يعني انا كنت طول عمري بحلم بيها. اتجوزت وقلت هجيبها، يعني ما اعرفش ليه انا ما جبتهاش، ولا هي ممكن تبقى في جهازنا اصلا بس انا ما استخدمتهاش ولا ايه. يلا افتكرت ده برقوق. بروق ايه ده؟ جوافه. شوف الحلاوة يا ولاد، اللهم صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. المانجا هتحسها مانجا. شوف المانجا النونات دي بقى سكر، اللهم صل على النبي. انا احب المانجا النونات واحب المانجا الزبدات، يعني بحبها والعويسات تحفه. انا ملاحظ ان الفاكهه كتير ما شاء الله. هو في حد تاني غيري جاي؟ ايوه هو ده شغل المعلم لابنه. جبت لكم شمامة بقى. شمامه ربنا يهديها. كده بقى خلصنا تقطيع الفاكهة. هنجيب التلج اللي هيرطب على القلب. وانت بتجيبي التلج هاتي واصله مديرك عليك. ايه التكلفه دي كلها؟ بسم الله. لزوم المصيف بقى. صح، اهتمنا بالاكل ما اهتمش بالشياكه. شياكتك رقم واحد في المصيف. البطيخة درة حمرا؟ لا قرع. او ممكن تبقى زرعه، يعني ما حدش عارف برضه. اللهم صل على النبي. طلعت حمرا بقى. عليه الصلاه والسلام. مش شبه بقى على الغلابه اللي كل شويه يجي يقول لي يا عم فارس انا عندي بطيخه ابا عن جدا عن ستا، وفي الاخر بتطلع بطيخه بيضه. كان اسمها ايه؟ ده ايس بوكس هنحط فيه ايه؟ تلج. يعني البطيخه يا تطلع قرعه يا حمرا، والتلج بتقولي هو ساقع كده ليه؟ وبالنسبه للايس بوكس بنحط فيه تلج. انا معاكي، انا شاري. تفاح. ماشي. والموز بقى. موافق. واحلى حاجة في كل ده البطيخ الساقع. ده انا لو فيا حيل بس موافق. الكيوي ده غالي والله، بس مش خسارة فيه. لا معلش رجعي. انا مش هاخد حاجه انا حد باصص لي فيها. التلج بقى عشان يرطب. وهننزل بقى عليهم بشوية سفن. لما صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. حبيبه هنودي كل ده فين؟ اللهم صل على النبي. حبيبه دخلت العاب قوه. شايفين البتاعه دي؟ فاكرين بتاعه التفاح؟ نفس القصه كده. يا ترى في جهازنا برضو ولا مش موضوعنا؟ مسدود انت سديت. هاتي شفطه كده وانا اخليها تسلك. حمرا ومرملة بقى. لا انا ادوق واقول لك. نسينا البطيخة يا عم. مش البطيخ كمان ونسيتي فارس يعني ده انا جاهز للحوار ده. بسم الله. هنجيب بقى حتة بطيخة مع حتة الجبنة. شوف الجو الجميل بقى. الف هنا حبايبي. الف هنا جماعه والله. الناس دي سبحان الله، انت تفتح كده تشوفهم تحس ان انت مرتاح كده. الف هنا حبايبي.